وفي نقطة تحول صراحة حصلت في ميتنج من الاجتماعات اللي كان فيها مجلس الإدارة وكل الناس، كنا بنتكلم في الأرقام اللي دخلت في الشهر، والحمد لله كنا ساعتها محققين التارجت وجايبين أرقام كويسة جدا، وأنا متذكر الرقم كان 20 مليون جنيه ما شاء الله. من حوالي مثلا نقول 8 9 سنين من ما دلوقتي. شاء الله. تمام. ياه. فالرقم كان حلو جدا، كان فيه مكافآت وفرحة إنك تحقق رقم زي ده أونلاين. الشركة كانت مالتي ناشونال وليها فروع كتير وموجودة في كل مكان، ولكن مجالها على الأونلاين كان لسه بادئ. مم. إنك تطلع رقم زي ده كان بالنسبة لهم حاجة تحفة جدا يعني. ولكن استوقفني بصراحة هنا وقت، يعني قعدت أفكر كده شوية والناس كلها فرحانة. هو بعد ما حققت الرقم ده مم. أنا عملت إيه؟ صحيح. وهنا دعيت ربنا صراحة إن الواحد يركز أكتر في المحتوى التعليمي اللي يسيب له بصمة، واللي يكون باقي أكتر ليه في الحياة. وإن أنت ممكن مهما وصلت للتحقيقات ومهما وصلت للحاجات اللي ممكن تقول لك أنت ناجح في عملك، لكن بتبص تلاقي في فكرة جات لك كده، طيب ده هيأثر عليا إزاي بعد انتقالي مم. للمرحلة التانية وهي الموت والقبر. صحيح. آه، فقررت في الاجتماع ده إن أنا أبحث على الأكاديميات التعليمية وأرجع تاني. أنا في نفس اللحظة ديّة كان معانا الأكاديمية الحمد لله بتاعة الأوفلاين والطلاب وكل حاجة، وقررت إن أنا أنقل التجربة بتاعة الأونلاين ديّة لمجال التعليم الأونلاين، وإن أنا أحقق فيها الأرقام دي.